ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايب لكم فجأة معايا واحد عربي مغربي اسباني بيتكلم بص فرنساوي واسباني، وتقدر ان انت تعتمد عليه في كل حاجة. شاب قسما بآيات الله من ارقى الشباب وافضل الشباب اللي ساعدني انا هنا في اسبانيا، اتفاجئت بيه. اسمه نوفل، اخونا من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي شاب زي العسل قسما بالله. انا بالصدفه اتقابلت معاه، ساعدني كتير في حاجات كتير كنت محتاجها، في معلومات كتير ادهاني من اسبانيا، في حاجات كتير برضو اماكن عنده سيارته بيحكي اسباني بطلاقه. فقلت لازم اعرفه بيكو عشان اي حد بيفكر يجي على اسبانيا، او حتى ان كان عايش في اسبانيا محتاج مترجم، حد شخص كويس شاب مؤدب، او حد جاي عن طريق السياحه لاسبانيا. هو على فكره عايش في برشلونه، فقلت لازم اخلي الناس تعرفه عشان خاطر بجد والله يعني شاب كفايه ادبه واخلاقه واحترامه. لو انت حتى جاي سياحه انت واسرتك، لا انا بقول الصراحه ما بكذبش انا والله بجد. شاب بص وجاي دلوقتي، طلبته جالي بصراحه، ما تاخرش عني في اي وقت تطلبه. الراجل معاك بص 24 ساعه. عايز تروح المطار، عاوز تروح اي مشوار، عاوز مطاعم حلال، عاوز اي حاجه في اسبانيا، ما شاء الله عليه. حافظ برشلونه حته حته، دوائر حكوميه. حتى لو انت عايش هنا في اسبانيا عاوزه يساعدك يروح معاك، يساعدك حتى في اوراق، يساعدك في اي شيء خاص باسبانيا، يساعدك في سكن، عاوز حتى تشتري عقار، عاوز حتى بص ام الحنه زي ما بنقول في مصر. الراجل ده والله العظيم يعاونك، وبجد بجد بجد يعني اتمنى ان اي حد يزور اسبانيا ما يطلبش تاكس، يطلب الراجل ده، والراجل دوت يعني مش هيأثر معاه. عايزين بقى كلمتين منك كده بالمغربي والمصري انا عارف انت بص بيحكي مصري وكل حاجه، عشان انا عمال ارغي كتير. قول لي بقى. والله اهلا بيكم، وان شاء الله نعمل لكم فوق راسي. اي واحد يجي من طرف مهند، ابو مهند. ابو مهند والله على راسي. الله يخليك. اهلا فيكم كلكم، ومرحبا بكم برشلونه. ماشي. اللي ثقلت عليكم خففت عليكم. ومعاه سياره ما شاء الله. السياره دي ايه؟ نوعها ايه؟ بيجو. بيجو 2008 السنه 2023. عندها شهر بالشارع. ايوه. هي مش 2008، هي موديل 2008، لكن هي موديل 2023. سياره حديثه ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له فيها ويحفظها له. الله يرحمه. انا بس حبيت ان انا يعني بجد اعمل معاه اي واجب، واعمل مع برضو الناس اللي ممكن تكون محتاجه حد عربي في اسبانيا، محتاج عربيه، محتاج تاكسي، محتاج حد يترجم له. الراجل ده مش هيأثر معاكم. عاوز اقول لكم ان في معلومات جديده الراجل ده قالها لي، بحكم ان هو عايش هنا في اسبانيا ومقيم في اسبانيا، وزي ما قلنا بيتكلم اسباني. انتظروا فيديوهات مع نوفل عشان هقول لكم معلومات ما حدش قالها قبل كده، ولا على التيك توك ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، عشان خاطر المعلومات دي هتفيد اي حد بيفكر يجي يعدل وضعه، او يدرس، او محتاج شهاده سكن، او محتاج اي حاجه من اسبانيا يعرفها. صدقوني الراجل دوت قال لي انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل معاك سلسله فيديوهات عشان نفيد بيها الناس. وعنده ناس هنا كمان اصحابه كتير هيقابلني بيهم، لان هو عارف المحتوى بتاعي ان انا بحب ان انا ادي معلومات صادقه للناس، واللي يهمني في الاول وفي الاخر ان انتوا تستفادوا. وعاوز تقول حاجه للناس قبل ما نقفل الفيديو؟ والله مش هقول لكم مرحبا بكم كلكم مرحبا بكم بالظبط، وبستناكم. وبستناكم. ماشي، نشوفكم في حاجه جديده، واي حاجه عايزينها هتلاقوا الرقم بتاع محمد هنا اهو، هحطه لكم، هتلاقيه طالع فوق هنا او هنا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. تصبحوا على خير.